مش لازم تقعدي ساعتين ولا 3 في الجيم ولا تلعبي 10 اشكال لكل عضله عشان تعملي فورمه. انا شخصيا تمريني ما بيزيدش عن 45 ل 60 دقيقه، وبابسط تكنيك ممكن. تعالي اقول لك التمرين بتاعي بيمشي ازاي. نبدا بيوم الجزء السفلي. انا بركز على التمارين الاساسيه اللي هي الكومباوند موفمنت، اللي بتشغل اكتر من مجموعات عضليه كبيره في نفس الوقت. في يوم اللور بادي كفايه جدا 4 ل 5 تمارين. بركز على تمرين زي الهيب تراست والار دي ال والكيك باك والسايد كيك باك، وممكن كمان اخد تمرين او شكل واحد للعضله الاماميه، وده كل اللي انا محتاجاه عشان اطور العضله صح. وبالنسبه للجزء العلوي او الابر بادي بركز على الظهر علشان هو اللي بيديكي شكل الفي كات، والوسط المنحوت، وبكتفي باربع تمارين بس. تمرين زي البول اب وده تمرين قوي جدا بيشغل كل عضلات الجزء العلوي، وتمرين السيتد كيبل رو وده بيركز اكتر على اللاتس، هو وتمرين البنت اوفر رو. وبلعب تمرين زي الديد ليفت اللي بيركز على كل عضلات الجسم الخلفيه، ومعاهم كمان عضله القطنيه. وبالنسبه بقى للبايو تراي انا ما بلعبهمش زوايا عزل لوحدهم، لان هم كده كده بيشتغلوا معايا كعضلات مساعده اساسيه في تمارين الظهر والشست، وده بيدي تناسق رهيب وتوازن في القوه لجسمك كله. نيجي بقى ليوم الشست. فعضله الشست نفسها بالنسبه للبنات احنا مش محتاجين نكبرها قوي زياده عن اللزوم، وهنا كلامي عن العضله مش الدهون اللي فوقيها عشان ما يختلطش عليكي الامر. كل اللي انت محتاجاه من عضله الشست ان يديكي رفعه واستقامه للكتف، علشان كده بكتفي بتمرينين اتنين بس. تمرين البوش ابز وده تمرين اساسي جدا وبيشتغل على مجموعات عضليه واسعه جدا، وباخد كمان شكل تاني الدمبل بنش بريس انكلاين عشان يجيب الزاويه العلويه لعضله الشست. وخلاص كده. السر بقى هنا مش بكثره التمارين، السر في ان كل تمرين بلعبه بتكنيك صح جدا وبالوزن المناسب لجسمي. الاوزان بتاعتي محسوبه بالورقه والقلم عشان تناسب الحمل التدريبي بتاعي وتعمل الضغط المطلوب على العضله بدون ارهاق على الجهاز العصبي. فلو حابه تحسبي احمالك التدريبيه وتعملي جدول تمرين متوازن ومريح لجسمك ووقتك، اكتبي لي في الكومنتات تمرين اونلاين وهبعت لك التفاصيل، واعملي سيف للفيديو عشان هتحتاجيه، وابعتيه لصاحبتك اللي بايته ليل ونهار في الجيم.